مرحبا بكم الناس الكل في فلوق جديد. اليوم باش نهزكم البلاصه مزيان على الاخر. البلاصه هذه اللي هي قصر الجم، اللي هو مسرح روماني، ثالث اكبر مسرح روماني في العالم. الراحة النفسية سبحان الله اللي تلقاها في الطبيعة وفي الخضار عبارة مشيت 1000 طبيب وما دواكش، جيت تشوف الطبيعة محلاها ترتاح نفسانيا على الاخر بالحق والله. واخيرا يا جماعه وصلنا لمسرح الجم كما قلت لكم، اللي هو مسرح روماني قديم برشا، حاجه فريمون بالحق واو باش نكتشفوه. المسرح هذايا بالحق نتفكر مشيت له رحله مدرسيه، ممكن عندي اكثر من 20 سنه ما جيتش للبلاصه هذيا، هذاك علاش اليوم جينا مع بعضنا وباش نعرفوا بتراث بلادنا. واو احنا تو يا جماعه دخلنا للقصر اللي هو قصر الجم كما قلت لكم، مسرح روماني قديم اثري. سعر الدخول بالنسبه للتونسي يخلص 8000، بالنسبه للغير تونسي يخلص 12 دينار، لكن اذا انت تونسي مقيم بالخارج ما تدفع حتى شيء. فرحوا بينا اليوم بالحق، يعني انا شفت ليش صاحبي حميده هذا يا جماعه، صاحبي حميده عشيري خويا ذا، دونك كان هو خلص تيكي واحده 8000 واني ما خلصت حتى شيء خاطرني نعيش لبرا، تونسي مقيم بالخارج. بالحق يا جماعه متشوق برشا باش نكتشفوا البلاصه هذيا، يلا نمشيو مع بعضنا. احنا يا جماعه توا موجودين بالتحديدا في حلبة المصارعه كما تشوفوا فيها هذه الكل، هذه كلها كانت حلبة مصارعه كما تشوفوا. فما سرداب لهنا، هذا السرداب الاول وهذاك السرداب الثاني. السرداب الاول اللي هو موجود فيه الاسرى نتاع الحرب اللي مش يسيبوهم هنا للمصارعه، والسرداب الثاني اللي موجودين فيه الوحوش اللي هما النمور والاسود. دونك كما شفتوا الساحه نتاع المعركه هذه الكل هنا شهدت معارك واو ما يعلم بها كان ربي بالحق. وكما شفتوا يبداو النبلاء وعامة الشعب الكل هنا يتفرجوا.
طاقة الاستيعاب كانت خاطر توا تسمى يعني صار تحطم برشا المسرح الروماني هذايا. طاقة الاستيعاب نتاعو كانت 35 ألف متفرج. وكما تشوفوا هذايا تصميم المسرح يعني كيفاش كان قبل، كي قلت لكم يرفع 35 ألف متفرج. شوفوا المدرجات كيفاش كانت. هذا هو المسرح أول ما تبنى. بالحق يا جماعة من بكري وأنا نتفرج في ساحة المعركة هذه، تخيلوا كمية الدم اللي كانت موجودة لهنا بعد كل معركة. يعني تخيل كائن بشري اللي هو يسمى كائن بشري ضعيف يحطوا معاه وحش اللي هو النمر ولا أسد. تخيلوا بالحق كمية المعارك اللي صارت لهنا وكمية الدم اللي نزلت في ساحة المعركة هذه. بالحق واو. حاجة يا جماعة معلومة مهمة برشا لازمني نشارككم بها، انه مسرح الجم اللي هو مسرح القديم تراثي تم ادراجه سنة 1979 26 اكتوبر في التراث العالمي متاع اليونسكو. كما شفتوا هذا هو قصر الجم. يعني كتوانسة نكونوا فخورين انه عندنا حاجة في التراث العالمي متاع اليونسكو اللي هي مسرح الجم. وكما تشوفوا المبنى ذا راهو قديم برشا بالحق. المبنى ذا على فكرة مبني عام 238 سنة ميلادية. هذاك علاش ديما تشوفوا فما ترميم للمبنى خاطر مبنى قديم برشا. وكما نشوفوا تو يا جماعة المدرج هذا مشي هبطنا لوتا اللي هي مكان تحت حلبة المصارعة، وين كانوا يتحبسوا الأسرى متاع الحرب في الشارع يعني على اليمين، والأسود والنمور والوحوش كانوا يتحطوا في الشارع. كما تشوفوا احنا تو موجودين تحت حلبة المصارعة. الممر السفلي يمر في الاتجاه هذا حتى لشاطئ البحر على مسافة 35 كيلومتر، يخرج في شاطئ صلقطة حفره الرومان قبل بناء المعالم الأثرية هذا للوصول إلى شاطئ البحر لجلب الحجارة. كل البناء مبني بصخور بحرية، هي بالفرنسية كالكير، هي سهلة في القص لكن أصح وأقوى من الحجارة الأرضية. كان العبيد يقصوا الحجارة ثم يثقبوها على الجانبين ويتم نقلها من الشاطئ إلى هذا المعلم عبر هذا القنال باستعمال الفيالة. كل فيل بيكر عدد 2 حجارة يوصلها إلى هذا المكان ثم يعود. بعد بدأوا البناء الذي استغرق أكثر من 20 سنة بالوصول إلى بداية الطابق الرابع، لكن ما تمش إنجاز الطابق الرابع. في 3 طوابق كاملة و3 مدرجات على داير المعلم مثل ملاعب كرة القدم حاليا لاتساع بين 30 و 35 ألف متفرج في الوقت الروماني، في الفترة الرومانية. تم استغلال هذا المعلم للمصارعة، فقط للمصارعة بين المصارعين المحترفين ومصارعين أخرين، أو مع حيوانات مفترسة ويسمى صيد الحيوانات المفترسة، أو للمساجين المحكومين بالإعدام مع الحيوانات المفترسة، ويمروا للحلبة عبر مصاعد آلية باستعمال السلاسل أو عبر المدرج بالنسبة للمصارع المحترف. هنا دخلنا تحت الحلبة وين الغرف، غرف المصارعين وغرف العبيد وغرف الحيوانات المفترسة. والغرفة الأولى على اليمين هي للأموات، غرفة أموات. العبيد اللي يموتوا في الحلبة يتم إسقاطهم في الوسط ثم وضعهم. هذه غرفة للأموات، غرفة الأموات اللي يموت في الحلبة يتم إسقاطه من الوسط ثم وضعه في هذه الغرفة لمدة يوم واحد. من الغد يتم نقلهم على النقالات في اتجاه شاطئ البحر في مقابر خاصة بالعبيد على شاطئ البحر. هذه غرفة المصارعين المحترفين. المصارعين المحترفين يمروا لهذه الغرفة للاستعداد للمصارعة، لبس الزي القتالي، الأسلحة، ثم المرور عبر الممر للصعود عبر الممر الأوسط. باش يستعدوا هنا كانت هناك 4 أو 5 مصارعين محترفين يتجمعوا في هذه الغرفة. بالنسبة لهذه الغرف المفتوحة هي غرف للحيوانات المفترسة. لما بينقلوا الحيوان المفترس يجيبوه في قفص كبير ثم يوضع القفص على هذه الصخرات، في 4 صخرات يوضع فوق القفص مغلق، ثم في باب هنا يغلق كامل الغرفة، ثم بيوضعوا الماء للشرب. ما يعطوه كان الماء برك فقط الماء، مش يكون جائع، يكون أكثر نهم وأكثر شراسة. في غرفة 2 3 4 و3 من الجانب الآخر 7 غرف للحيوانات. الصعود للحلبة، المصارع المحترف من الغرفة يمر
إلى المدرج أو المدرج الثاني للصعود إلى الحلبة. في حين أن العبيد المساجين من الغرف الأخيرة يمر إلى هنا، في هنا مصعد يدوي، قفص كبير، كل القفص يصعد إلى أعلى عبر السلاسل، استعمل السلاسل لرفع القفص إلى أعلى. في نفس الوقت مصعد ثاني من هذه الجهة للحيوان، للأسد، المربع الحديد هذا. الاثنين يصعدوا في نفس الوقت، ثم نفتح الأبواب يصيروا وجه لوجه، حيوان مفترس وسجين محكوم بالإعدام. هذه مجرى مياه الأمطار، كل مياه الأمطار اللي تنزل على كامل المعلم تمر عبر قنوات تحتية تحت الأرض مبنية لتنقل مياه الأمطار، تكون نظيفة ثم تمر تحت الأرض. 2 غرف متقابلة للمساجين المحكومين بالإعدام بشباك أو نافذة صغيرة، باب جانبي، 10 في كل غرفة مساجين، ثم يخرجوا واحد تلو الآخر إلى الممر ثم القفص والصعود إلى الحلبة. يا إما ينتصر يأخذ حريته أو يموت، ما عدا اللي يرضى عنه الإمبراطور يسلمونه سلاح حتى يدافع على روحه. إذا انتصر يصبح جندي في جيش الإمبراطور، وإذا انهزم يموت. هذه أماكن الإضاءة، هي ثقب في شكل وردة تسمى بالفرنسية فلور دو في، تعطي ضوء الشمس والهواء للتنفس في الطابق السفلي. كل 10 أمتار في ثقب مثل هذا مبني بالمرمر، هي لوحة من المرمر فيها صورة وردة أو 2 وردات 2 وردات على كامل الممر حتى للشاطئ. كان هذا يا جماعة اللي هو مسرح الجم، اللي هو مسرح روماني تأسس في العهد الروماني. المؤسس نتاعو كان الحاكم غورديان الأول. المسرح هذا تأسس عام 238 ميلادي. احنا توا في مدينة الجم، مدينة الجم اللي هي مدينة تجارية تبارك الله. هذه هي مدينة الجم من ولاية المهدية في تونس. وبطبيعة الحال وفات الحقبة الرومانية وما عادش فما وحوش، ما عادش فما أسرى نتاع حرب، ما عادش فما معارك قاعدة تصير لهنا. دونك هذاك علاش المكان هذايا صنفته اليونسكو كما قلت لكم عام 1979 في 26 أكتوبر اللي هو تراث عالمي من منظمة اليونسكو. هذاك علاش ولات برشا مهرجانات، برشا حفلات، يعني صار ركح فني الأقوى الفنانين في العالم، الأقوى الفرق في العالم، وتصير مهرجانات وتصير حفلات خاصة للسيمفونية خاصة والجاز. بحبك يا بلادي.
كل سنة يا جماعة ما يقارب 6 مليون سائح يزور بلاد تونس، منهم 1 مليون يزوروا مسرح الجم ويكتشفوا المكان هذايا وينبهروا يعني بالاشياء اللي صارت لهنا والتاريخ والحضاره اللي كانت تتعاش لهنا.